كمان حديث الناس، هل رح يتمكنوا من مشاهدة المونديال 2022 اللي رح يصير بقطر نهاية هذا الأسبوع؟ بينضم لنا للاستفسار عن هذا الموضوع وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري. أهلا وسهلا فيك معاليك. كيفك ناتالي؟ أنا منيحة. أنتو كيف المفاوضات والاتصالات، وهل ممكن نوصل أنه نشاهد المونديال عبر شاشتنا الرسمية؟ يعني أنا بقول إنه لازم نضل نحن مكملين بهذا الموضوع. أنا بعرف إنه صرنا عم نضجر الناس يلا 24 ساعة و42 ساعة وإلى آخره، بس إنه الأمور منا يعني مسهلة مثل ما كل اللبنانيين بيفتكروا. أول شيء مثل ما حكيت من خلال كل هذا الأسبوع إنه الموضوع ما عاد هبة. نحن صرنا كحكومة لبنانية مجبورين نأمن مبلغ من المال ناخذ الحقوق لبثها عبر تلفزيون لبنان. بطبيعه الحال انه طبعا يعني العلاقه مع القطريين يعني الرقم المطلوب بيكون يعني رح ندفع مبلغ وليس ما رح يكون شيء مجاني. يعني ما رح يكون نحن كحكومه رح ندفع مبلغ كحكومه لبنانيه قصدك. نعم يعني مش اللبنانيين رح يدفعوا. لا مش اللبنانيين. هلا هي بطبيعة الحال انه اللبنانيين يحضروا ببلاش، يعني هذا الهدف الاساسي من اول يوم. لانه اذا رح يدفعوا بيدفعوا ساعتها، ما في لزوم انه الدوله تتدخل لا وزاره الاعلام ولا تلفزيون لبنان ولا شيء يعني. شو المعوقات؟ انه البلد ما فيها مصاري، انما بدنا نحاول انه نامن مصادر سبونسر، يعني مثلا حدا يتبرع للحكومه. بس انا ما بفتكر يعني في جزء صراحه رح يكون من دعايات اللي بدها تجي اذا قال لي على عبر تلفزيون. نحن كنا اكيد بنحب انه هذا المبالغ اللي رح تفوت على التلفزيون اكيد نستعملها تنقدر انه ننهض شوي بالتيلي ليبان، بس ما رح تزبط. لا بنحطهم كلهم، يعني مستعدين انه يكونوا كل المبلغ يندفع يعني للحقوق، بس بضل كمان الرقم مش كافي. ما بدي هلا احكي ارقام بس تاخرنا شوي ولا لا؟ كل لا يعني انا بالحقيقه كنت بتوقع انه يكون قبل باسبوع من الاوبننج، بس يعني بنقول انه بعد في وقت. هلا اذا بنقل 42 ساعه ما بيجي الحل بتصير مستحيله يعني. ساعتها احنا بنصارح اللبنانيين بنقول انه صار معنا 1 2 3 بكل وضوح بكل شفافيه. يعني نترقب مؤتمر صحفي لمعاليك، يا بتبشرهم بانه راح يحضروا يا لا؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس اكيد ان شاء الله خير. شو الاعاقه الاولى او المعوقه الاولى؟ هي انه ما في مصاري، هيدي الاساس. وبعدين انه كمان يعني بهذا الظرف انه الدوله كمان بدها تجيب مصاري. نشوف رح يكون في عمليه شفافه يعني امام كل الناس، مش انه في شيء مخبى وفي كوميسيون والى اخره. ابدا هذا لا سمح الله يعني مش مطروح ابدا. تواصلتوا مع شركات الاعلانات يعني بهالاطار اللي رح ممكن بتعرفي في رجيبه بهالخصوص، يعني في شركات هي اكيد يعني صرنا متواصلين مع كذا شركه تنشوف ايها احسن شركه تقدر تامن ماكسيموم المبلغ اللي نحن بحاجه له. يعني برجع بقول لك يعني مبلغ الاعلانات هو ما بيغطي بضل في مبلغ الحكومه اللبنانيه عليها ان تعمل لتامينه. ايه بدنا نامنه، واكيد اللبنانيين رح يعرفوا من وين يعني. ممكن يكون اقتصادات، ممكن يكون ما بعرف يعني اشغال، بنشوف كيف. ان شاء الله ما يكون شيء ضريبه جديده يعني. لا بدي اقول لك شغله، يعني نحن بالنهايه ما في ضريبه، واذا كان في مبلغ رح يدفعوه اللبنانيين مثلا اذا انحط على اي شيء رح يكون اكيد ارخص من كل شيء عم يدفعوه للدش. اكيد رح يكون ارخص بكثير يعني. بالعكس. وانا هون بقول انه نحن معلش لازم نتعاون شوي. بفهم هلا يعني بفهم اذا جبناه ببلاش رح يقولوا عنا شحادين، واذا جبناه بمصاري رح يقولوا عنا ما بعرف شو. عم توجعوا العالم. المهم انه اللبنانيين يحضروا. مهم النتيجه. بتتفائل انه تكون النتيجه قريبه الى انا امل؟ بطبيعتي بضل متفائل يعني. ان شاء الله. انا بضل متفائل. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. ان شاء الله المره الجايه نكون عم نهني اللبنانيين بانجاز. اهلا وسهلا فيك معالي وزير الاعلام زياد مكاري.